النعاس بكري والفياق بكري. ما كاينش شي حد ما دارش من هذا البلان هذا، غير هو غادي نكون واحد شويه مختلفين. كاين اللي غادي تلقاه كيحطم الرقم القياسي في الناس وكتلقاه ديما ناعس 24 ساعه على 24 ساعه، وهذا النوع هو اللي زايا عنده الدواء. واخا هذا البلان هذا ما خدامش انك تبقى نهار كامل غير ناس ومخشي في بلاصتك، ولكن هذا الموضوع هذا اخر وبوحدو. وخلينا ندوي على داك النوع اللي الناس ديالو مخربق واللي كينعس معطل وكيفيق معطل، اولا كاين كاع اللي كتلقاه وصلات مثلا ل10 اولا ل11 د الليل ومشى لبلاصتو باش ينعس وما كيجيش النعاس وكيبقى الدماغ ديالو خدام. داكشي علاش في هاد لا فيديو غادي نناقشوا فيه هاد الموضوع وغادي نشوفوا علاش النعاس ديالنا ديما مخربق، وشنو هما الفوائد ديال الفياق بكري، وشنو هي الطريقه الصحيحه باش تقاد النعاس ديالك. ولكن قبل ما نبداو راه سبق لي درت واحد لا فيديو اللي عندها علاقه شويه مع لا فيديو هذه حتى هي، واللي دويت فيها على شنو هو السبب اللي كيخليك ديما عيان. طبعا الا بغيتي تاخذوا هذه الفكره على هاد لا فيديو معاكم ديفلوب بالدارجه ونبداو على بركه الله. انا عارفك انت ولا انت اللي كتفرج في هاد لا فيديو ديما كتبقى سهران شاد التليفون كتفرج اولا كتلعب ولا شوف شنو كدير، وكتبقى شاد الستون حتى كتوصل ديك 2 ولا 3 د الليل عاد انت باغي تنعس، وبحال كيجي الصباح كتفيق معطل وحاقد ما باغي تدوي مع حتى شي حد. المشكله في هادشي كامل انه كيبقى يتكرر نهار على نهار، والنهار اللي جا كتقول انا غادي نلقى النعاس ديالي. باش نفهمو مزيان هاد البلان بغيتك تعرف باللي ماشي النعاس اللي ما بغاش يجيك، وانما كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتخليك بحال هكا، بحال التوتر واللي انا شخصيا كنعتبره من اكبر الحوايج اللي كتخربق لك النعاس ديالك، حيت الدماغ ديالك كيكون مشغول بالمشاكل ودوك الافكار السلبيه، وهادشي اللي كيحبس الجسم ديالك من ديك الراحه وداك الاسترخاء. شتي مثلا يكون الجسم ديالك عيان وباغي يرتاح، الدماغ ديالك ما غاديش يخليك. تخيل معايا مثلا كان عندك شي مشكل في الخدمه او اللي دابزتي مع شي حد وقع لك معاه شي مشكل، نورمال الدماغ ديالك غادي يبقى كيفكر في هادشي الليل كامل، وهادشي اللي ما غاديش يخلي الجسم ديالك يرتاح. واخا تكون انت باغي تنعس الدماغ ديالك ما غاديش يخليك. والحل ديال هادشي راه ساهل وبسيط، هو انك تعلم كيفاش تكونترولي التوتر ديالك، بحال انك دير شويه ديال الميديتاسيون، دير فيها تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق قبل ما تنعس. وكاينين ادله اللي هي علميه اللي كتبت لينا هادشي واللي انتشرت في واحد الدراسه اللي سميتها جورنال اوف كلينيكال ميديسين. قالت لينا باللي التوتر سيدي هو السبب الاساسي اللي كيخلق لك هاد الارق، واللي بسببه كيخلي الناس ديالك مخربق ومتقطع. والحاجه الثانيه واللي هي داك الضوء الزرق اللي كتاخدو نتا قبل ما تنعس، واللي كيجي من التليفون ولا الطابليت ولا البيسي ولا التلفازه، المهم اي حاجه اللي فيها اكرون، واللي كيأثر لك على الهرمون ديال الميلاتونين اللي كيخلي النعاس ديالك يكون صعيب ومخربق. تخيل معايا مثلا كتكون خدام في التليفون واحد الوقت في الليل، نقولوا مثلا مع الوحده د الليل، جالس كدور في السوشيال ميديا كتفرج ولا كتسكرولي، داك الضوء الزرق اللي كيخرج من الشاشه راه كيمنع الميلاتونين باش يتفاعل بشكل طبيعي مع الجسم ديالك، وهادشي هو اللي كيخليك تبقى سهران وكتقول علاش ما بغاش يجيني النعاس. وراه الحل ديالو بسيط وسهل، هو انك كتخلي التليفون ديالك بعيد عليك واحد ساعه، وفي ديك الساعه راه تقدر تقرا شي كتاب على ما يجيك النعاس، وهذه طريقه اللي حسن تقدر ديرها، اولا قرا القران كاع انت وتهنى. وهادشي طبعا راه اكدته لينا واحد الدراسه اللي انتشرت في بلاس 1 واللي بينت لينا ان التعرض للضوء الزرق قبل النعاس راه كيأخر لك من النعاس ديالك وكيقلل من الجوده ديالو. الحاجه الثالثه واللي هي الا كنتي كتاكل شي ماكله اللي ثقيله قبل ما تنعس، اولا كتشرب شي حاجه اللي فيها الكافيين في العشيه بحال القهوه مثلا، فهنا الجسم ديالك ما كيقدرش يتكالما وكيبقى في واحد الحاله ديال النشاط في بلاصه ما يرتاح. تخيل معايا قبل ما تنعس قصيتي شي ماكله اللي متسمه معلم بحال الدجاج محمر ولا مثلا شي طاجين اولا شي حلوه مثلا ديال لاكري، المهم شي حاجه بحال هكا. فما تنساش باللي هادشي غيخليك واحد الوقت كبير باش يتهضم في المعده ديالك، وبالتالي هادشي غادي ياثر عليك وعلى الناس ديالك. والحل ديالو راه ساهل بزاف، فبلاص ما تاكل ديك الماكله كل شي حاجه اللي خفيفه بحال الفواكه، او اللي الا بغيتي مثلا كاع انت ضرب سيدي الدجاج محمر حتى شي واحد ما حبسك، ولكن مش شرط كلو، ولكن قبل ما تنعس بساعات. بحال مثلا انت كتنعس مع 11 د الليل، انت غادي تقصي مع ديك 6 د العشيه ولا 7 د العشيه، على الاقل هنا غتكون خليتي واحد 5 ديال السوايع فين تهضم بلا ما يخربق لك النعاس ديالك.
الحاجه الرابعه واللي هي العادات ديالنا اليوميه راه كتاثر لينا على النعاس بزاف. الا ما كنتيش متبع واحد الروتين ثابت للنعاس ديالك يعني تنعس في نفس الوقت كل ليله. ما تبقاش اليوم مثلا نعس مع 9 غدا نعس مع 11 ولا 12، داكشي ما خدامش. حدد واحد الوقت فين خاصك تنعس، بحال انت مثلا كتنعس مع 10:30 صافي توصل ديك الوقيته خاصك تنعس. الفياق بكري عنده واحد الفوائد اللي كبيره بزاف على الجسم ديالك والعقل ديالك. اول حاجه كيخليك تكون عندك واحد الانتاجيه والتركيز، حيت الدماغ ديالك كيكون صافي من بعد النعاس، وهادشي اللي كيسهل عليك انك تكمل دوك المهمات اللي عندك في النهار بواحد الكفاءه اللي عاليه ومفرقعه. نزيدك واحد الحاجه اخرى تاني خاصك تعرفها، كتستافد من واحد الوقت اللي كيكون غير في الصباح، اللي كيكون عامر بالسكات والكالم، وكتقدر تنظم النهار ديالك ودير شي حاجه اللي انت كتبغيها. ومن بين الحوايج اللي كتستافد منهم فاش كتفيق بكري هي صلاه الفجر. بحيث كتفيق بكري باش تصلي الفجر كتكون عندك واحد البدايه ديال النهار اللي عامره بالسلام الداخلي والسكينه. وشوف الصاد شحال كتفلت عليك الا ما كنتيش كتفيق تصلي الفجر. وهادي راه من احسن الحاجات اللي تقدر تبدا بهم النهار ديالك، راه واحد الشعور اللي زوين بزاف بالرجوله. اصلا كاع الناس اللي كتشوفهم انت ناجحين في حياتهم هما واحد الناس اللي كانوا كيفيقوا بكري. وخلاصه القول هادشي كامل راه داير عليك انت، يعني خاصك تكون مقتنع وصريح مع راسك وباغي تقد نعاسك. واخا نعيم بنبلابلي عليك ونشرح ليك وتفرج في الفيديوهات والحاله، اهم حاجه من هادشي كامل هو انت تكون مقتنع. عطيتك النصائح كامله اللي انا شخصيا استعملتهم باش نقد نعس بكري ونفيق بكري. هنا غادي يكون فيديو ديالنا سالا، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. راك تما.